بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا نعمل مع بعض أحلى شاورما فراخ بطريقة سهلة جدا وسريعة، وهتطلع زي اللي بناكلها في المحلات بالظبط. معانا هنا صدور فراخ بقطعها قطع بالطول كده، زي الشاورما بتاع الشارع بالظبط بالطول، قطع طويلة، وبحطها في بولة وابدأ اتبلها التتبيلة اللي هتديها طعم شاورمة الشارع. معانا معلقتين زبادي وشوية خل ونص ليمونة والبهارات الرهيبة بتاعتنا. هنا انا حطيت الخل وحطيت الزبادي والليمونه. البهارات بقى بتاعتنا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، اساسي اساسي في تتبيل اي مشويات، ومعلقه ملح صغيره وفلفل اسود وزنجبيل بيدوها طعم خطير. ونسيبهم في التتبيله دي اقل حاجه 3 ساعات. 3 ساعات نحطها في التلاجة وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. هنحتاج حبة زيت ومعلقة زبدة وبصل وطماطم وفلفل مقطعين بس كده، وننزل بالزبدة والزيت. لو عايزة تستعملي زيت لوحده تمام، انا بحب الزبدة في الاكلة دي قوي. وننزل بالشاورما، اسمعوا كده، لازم يبقى الزيت سخن جدا ننزل بيها. بعد كده نبدأ نشوحها، مش هتنزل مية كتير، هتشرب كل السوائل اللي نزلتها دي. وبعد كده بركنها على جنب في نص الطاسة. وبعد كده ببدأ احط باقي البصل والفلفل والطماطم، هي طماطمية صغيرة بس تدي الطعم الجميل بتاع الشاورما. ممكن تعملي دي في طاسة ودي في طاسة، بس انا بحب اعملهم كلهم في طاسة واحدة صراحة. هنا هنحط حبة ملح صغيرين وحبة فلفل بس، لان الشاورما متبلة كويس قوي. والشاورما بقى بتتشوح على النار. انا عملت بطاطساية بحبها تبقى بالشكل بتاع القطاع ده قوي. قطعت بطاطسيتين وعشان احمرهم جنب الاكله دي، او تقطيع البطاطس بالطريقه دي تغيير بس مش اكتر. وبعد كده بقليها عادي جدا واحط عليها التوابل الجميله بتاعه العيش اللي انا عملتها معاكم. هنا الشاورما بتاعتي خلاص جهزت. بصوا الصوص اللي في الصينيه تحت ده احلى من الشاورما بمراحل، انا بحبه قوي. وهنا قليت البطاطس. خلوا بالنا لما نقلي بطاطس او اي مقليات في الزيت ولا نيجي نطلعها، يا ريت نطلعها في مصفى مش على ورق مناديل خالص، هتفضل مقرمشه وناشفه معانا. الله، الشاورما شكلها خطير. وطبعا جنب مكرونه او رز او حتى في عيش بتبقى خطيره. وبألف هنا. لو عجبتك الطريقه ما تنسينيش بدعوه حلوه، والسلام عليكم.